السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم سعادة وهنا بإذن الله. النهاردة وصفتنا وصفة سهلة جدا، مقاديرها متوفرة في كل البيوت. ما بتاخدش وقت معانا في عمايلها، بس على قد ما هي مش بتاخد وقت، بس عايزة تكات كتيرة وأسرار كتيرة تكوني عارفاها عنها. النهاردة وصفتنا هي البسبوسة، وما أدراك ما البسبوسة. البسبوسة يا حبايب قلبي فيها شوية تكات وشوية أسرار هقول لكم عليها، ويا ريت تسمعوا الفيديو للآخر لأنكم هتستفادوا جدا جدا جدا. هقول لكم إيه أسباب نشفان البسبوسة، وإيه الأسباب اللي بتخلي البسبوسة ما تشربش منك الشربات، وكمان إيه الأسباب اللي بتخلي البسبوسة تفور منك في الفرن، وكمان إيه الأسباب اللي بتخلي البسبوسة تعيش منك برضو في الفرن. وبالمناسبة تعيش يعني بتربي طبقة كراست فوق الوش، تيجي تسقيها الشربات ما بتتشربهوش. تمام؟ يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. معايا يا حبايب قلبي كوبايتين سميد ناعم بتاع البسبوسة، ويكون أول تكة فيه إن هو يكون فاتح اللون زي ما انتم شايفين ويكون ناعم. تمام؟ معايا معلقة هنا كبيرة دقيق، والدقيق هنا هو اللي هيربط لي المكونات ببعضها عشان ما تبقاش مفروله مني. انا بقول لكم على سبب كل مقدار، بقول لكم على السبب ان احنا حاطين. معايا معلقتين كبار هنا عسل ابيض جلوكوز زي ما انتم شايفينه اهوت. وعسل الجلوكوز ليه وظيفه مهمه قوي 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 في البسبوسه. ايه هي وظيفته؟ انه عسل الجلوكوز من خصائصه يا حبايب قلبي ان هو بيمتص الرطوبه من الجو، فبالتالي لما يمتص الرطوبه هيديها للبسبوسه فهتفضل معايا طريه. طيب هو دي بس السر في وضعنا ان عسل الجلوكوز؟ لا، في سبب كمان وسبب مهم جدا، ان هو بيطلع لي البسبوسه بنتيجة قريبة جدا من المصانع والمحلات اللي احنا بنجيب منها المشهور. تمام؟ طيب بس كده؟ لا، في سبب كمان، ان هو بيعمل لي مادة حافظة. لو قعدت معاكي البسبوسة يوم او اتنين بيعمل لي كمادة حافظة في البسبوسة، ما يخليهاش ان هي تبوظ مني بسرعة. تمام؟ معايا هنا من تمن الربع معلقة بيكنج باودر. وليه من تمن الربع؟ ما نكترش، عشان البيكنج باودر لما بنكتره في البسبوسه بيخليها تفور في الفرن. معايا هنا معايا هنا 3/4 كوبايه لبن حليب، ومعايا هنا نص كوبايه سمنه بلدي، ويا ريت تكون بلدي. ومعايا نص كوبايه سكر يا حبايب قلبي. ومعايا معلقتين كبار جوز الهند، ويا ريت تكون ناعمه مش الوسط ولا التخينه. ليه؟ عشان ما تفروليش وتفتفت لي البسبوسه. تمام؟ يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول خطوات النجاح، اول حاجه يا حبايب قلبي هحط السكر على النار يتكرمل معايا، وهحط عليه حوالي ربع معلقه سكر. والميه هنا بتمنع انه يتحرق، انا عايزاه ياخد اللون الجولدن الذهبي علشان يسوي لي البسبوسه بسرعه، وكمان يديها اللون الذهبي اللي احنا بنبقى مستحبين فيه. بعد ما اصفر زي ما انتم شايفين هنزل بمعلقه عسل الجلوكوز واقلب. بعد ما قلبنا عسل الجلوكوز زي ما انتم شايفين كويس قوي بنحط اللبن، وفي المرحله دي بنقلب بسرعه، ولازم يكون اللبن كان سخن عشان ما يكتلش معايا وكمان ما يقطعش معايا. هنا بقى هنيجي لاهم خطوه، هنحط جوز الهند، المكونات الجافه على بعضها، والبيكنج باودر تمن معلقه اللي انا قلت عليه، ومعلقه الدقيق الكبيره. ونيجي هنا بقى نقلبهم مع بعض اللي هي المكونات الجافه، ونقلبهم كويس جدا. وهنيجي بقى للسر الكبير قوي اللي مش هيخلي لي البسبوسه تنشف معايا، وهو السمنه. لازم احط السمنه يا حبايب قلبي، واقلب دقيق البسبوسه كويس قوي بالسمن، واخليه زي الرمل. ليه بقى؟ عشان ماده الجلوتين تختفي، عشان اغلف ماده الجلوتين اللي هي في دقيق السميد، اللي هي لما بتخش بفعل الحراره بتربي كراست فوق الوش،
وتخلي لي البسبوسه ناشفه. وبعد ما خلصنا تقليب هنزل بالمواد السائله اللي انا عملتها على النار عشان ابدا الله على الريحه، عشان ابدا اقلب في المكونات وتعمل لي البسبوسه. وهبدا هنا اقلب بالراحه. خلاص احنا بسينا البسبوسه السميد كويس بالسمن البلدي. هبدا هنا اقلب بس مجرد ان انا الم المكونات عشان ما افعلش ماده الجلوتين تاني، ما اقعدش اعجن، لا انا عايزه بس يا دوب الم المكونات. بعد ما لمينا المكونات يا حبايب قلبي، دليل نجاحها ان انا باجي اعمل كده بالمعلقه. شايفين المطه دي بترجع تاني اهي، دي دليل ان العجينه نجحت معايا. ابدا اجيب الصينيه زي ما انتم شايفين وابدا انزل مكونات البسبوسه معايا وابدا افرد فيها. ما شاء الله تبارك الله، ريحه مش قادره اقول لكم قبل ما تستوي، فما بالك. وزي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، لازم التكه دي لازم اعمل الصينيه مرتين او 3 كده زي ما انتم شايفين. ايه سبب العمله دي؟ ان هي هتطلع لي الفراغات منها، وكمان هتخليها لي متساويه وهي في الفرن. كمان في حاجه مهمه قوي، ما تزوديش مقادير السوائل عن المقادير اللي مكتوبه عندك. ليه؟ عشان ما تعيش معاك. تعيش يعني ايه؟ يعني هتربي لك هنا طبقه كراست، وهي اثناء ما هي بتتخبز في الفرن، فهتيجي تسقيها الشربات مش هتشرب منه. السوائل هي اللي بتكون السبب في كده، ان هي بتكون زادت عن حدها. تمام. هندخلها الفرن على 180 في الرف الوسطاني لمده من 25 دقيقه ل 30 دقيقه بالكتير. واهي يا حبايب قلبي بعد ما طلعت من الفرن، سامعين التش دي؟ سامعين؟ وشايفين بتشرب ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله. اهو ده اللي انا بقى عايزه اوصله. ده معناها اللي هي نجحت. طالما شربت الشربات يبقى نجحت. بعد ما شربت الشربات حبايب قلبي، نبدا نقطعها كده زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. اهي بسم الله. شايفين؟ متماسكه ومرمله، وفي نفس الوقت هتطلع خرط سليمه. الشربات يكون سخن وهي سخنه عشان تبقى طريه وتشرب الشربات. حبيت اوريكم مكان الخرطه طالعه بخرطتها ما شاء الله تبارك الله، ونحطها في طبق التقديم زي ما انتم شايفين. وشايفين اللون الذهبي اللي احنا بنفضله زي ما انتم شايفين. الصينيه ما شاء الله تبارك الله حاجه كده وهم، ومكانها مش لازق. وحطيتها في طبق التقديم اهي. ويا رب اكون فدتكم بالمعلومات اللي قلتها لكم. بجد جربوها وجربوا المقادير دي يا جماعه، هتعجبكم جدا. وما يعني ما تنسوش تدعموني بقى، وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. كنت معاكم انا زهره في وصفه جديده من وصفاتنا السهله والسريعه. باي باي.